السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصحابي متابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة احنا معزومين في نادي السيالة بمنطقة راس التين. احنا هنروح عليه دلوقتي وهنوريكم مكانه. هو نادي كده مش كبير ولكن هادي هادي وهيعجبكم لما تشوفوه. انا كده وانا ماشية على طريق الكورنيش قابلنا بقى المنظر الجميل ده. انا مكنتش اعرف ان هم عاملين هنا شاطئ رملي، لان كان المكان ده كله مراكب، وكان في حواجز، اللي هي الحواجز الصخرية اللي هي بتبقى صدادة للامواج. ما كانش فيه رملة خالص، وكانت دايما قاعدين عليها الصيادين. كان القعدة كده هنا على الرصيف كده ده، والكراسي تبقى محطوطة، انما رملة دي شاطئ رملي ما كانش موجود، ولا سباحة في المكان ده خالص. يعني كان مكان للصيادين، ونقف ناخد صور كده على الصخور اللي هي الصناعية اللي كانت بتبقى محطوطة كده. ومنظر المراكب بالجمال اللي انتوا شايفينه، وكمان القلعة من بعيد. المنظر حلو قوي. بجد احلى حاجة عملوها ان هم خلوه شاطئ رملي. زي ما انتوا شايفين في ناس بتعوم، وفي بقى خلاص قعدوا بيستمتعوا بالمنظر اللي انتوا شايفينه والجمال ده. دلوقتي احنا كده وصلنا قدام بوابة نادي السيالة الرياضي. ادي كده دي حدود النادي زي ما انتوا شايفين. انا كده داخله من الباب، في على ايدي اليمين كده شويه العاب دي، وفي نطاطه بتتفتح بس كانت مقفوله لسه. وده كده اللي بيلعبوا فيه تقريبا كرة القدم. وهناك خالص كان في مكان برضو بيلعبوا، شايفاهم بيلعبوا كاراتيه، بيلعبوا ألعاب رياضية هنا وبالاشتراك يعني، واشتراك رمزي خفيف يعني، مش مبالغ فيه. كافيتريات بقى على ايدي اليمين، وهنكمل بقى لحد قدام شوية وهنقعد على كافيتريات تانية. دي كده الشبك عشان الكورة ما تجيش على حد قاعد في الكافيتريا. المكان حلو، المكان عجبني لانه هو في بحري، وبحري اصلا جوها يجنن. ادي كده بداية الكافيتيريا من هنا، وقدامها قدامها الرملة الناحية التانية والبحر. انا كده بصوا اجيب لكم بقى حدوده، او من اول هنا كده لغاية الكافيتيريا. بعد كده في شبك شبه الشبك ده كده بالظبط محطوط هناك، ده اهو حاجز بيننا وبين الرملة بتاعة البحر. وبعد كده البحر هو المكان كبير وواسع. لكن بالنسبة مقارنة يعني بالنوادي، فهو يعني مش حجمه كبير قوي، لكن هو مناسب يعني للقعدة للكافيتيريا. اللي حابب برضو ولاده يخشوا، لو هم ساكنين قريب وكده يخشوا يلعبوا في الألعاب الرياضية ويشتركوا وكده. جميل بصراحة، مش وحش. أنا بالنسبة لي هو حلو. حلو، حاجة هادية يعني، حاجة مش زحمة. اهم حاجة وامان، الولاد قاعدين بيلعبوا قدامنا ومش قلقانين. الحاجة الزحمة بتبقى مقلقة يعني. بصوا يعني اجمل حاجة بقى الخضار والاهتمام بالمكان، هو اللي بيحبب الناس في المكان ان هي تروح تاني مرة واتنين وتلاتة لما يكون في اهتمام. على فكرة لون السما كده اللبني مع الخضار بيبقى حلو، بس يا خسارة اليوم ده كان الجو مصفر يعني. انا متخيلة المنظر وهو السما صافية مع اللون الازرق فوق واللبني بتاع البحر مع الخضار اللي تحت. على النجيلة الصناعية اللي هم حاطينها، بجد كان هيبقى منظر جميل. هو برضو كان الجو حلو وجميل، بس كان الجو قافل ومصفر شوية. انما كان ده بالنسبة لنا استمتاع يعني، احنا حاسين بجو مختلف يعني. هنا ولادنا بقى كانوا قاعدين بيلعبوا دومينو وكوتشينة، يعني هيصوا يعني واتبسطوا. احنا كنا قاعدين قدامهم من الناحية التانية، كان في ترابيزات كده شبه ترابيزات السفرة، قاعدين عليها بقى، وجايبين معانا كيك وجايبين جلاش. هند بقى صاحبتي بقى اللي كانت عاملة حركات بقى، عاملة كيكة تايجر، وعاملة كيكة سادة بالفانيليا، وعاملة جلاش بالكاستر وبالشوكولاتة من فوق الوش، وعليه مكسرات كده من فوق. بجد كان حاجات جميلة. تسلم ايدك يا هند والله، تعبناك يا حبيبة قلبي. دي بقى الأسعار بتاعة الكافيه اللي احنا كنا قاعدين فيه في النادي. والدخول في النادي هناك من غير رسوم، بالمشروبات اللي هتشربيها في الكافيه. يا رب يعجبكم الفيديو، واقول لكم بقى ما تنسوش الاشتراك، ومع السلامة.